hifdzul Quran dalam pembelajaran kita ini mungkin sedikit berbeda dengan di MTQ. Kalau di MTQ atau di STQ mungkin berurut, ya kan? Umpamanya soal pertama dari ayat ini sampai dengan ini terus berlanjut. Kalau di pembelajaran kita ya kadang-kadang kami acak-acak aja. Yang pertama ini mungkin ayatnya agak di pertengahan, kemudian kami bawa yang dari bawah lagi. Kadang-kadang juga berurut, ya gitu ya. Jadi nggak sama lah ya, nggak sama persis lah ya. Memang kadang-kadang juga berurut ya. Soalnya pada satu juz di juz 1. Soal pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
selanjutnya. Badi'us samawati wal ard Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Soal selanjutnya, kita lanjut ya. Ini soalnya saya acak-acak aja, nggak berurut ya. Kalau nanti tampilan di MTQ mungkin ya berurut ya, rata-rata berurut ya, umumnya berurut, disusun oleh panitia atau hakimnya. Tapi kalau di pembelajaran kita mungkin nggak berurut ya. Saya sengaja nggak kasih berurut supaya jangan terbiasa berurut. Jadi mau digeser kemanapun ya insya Allah nanti mudah diingat. Soal selanjutnya, kemudian soalnya pun kalau di MTQ, kalau yang 5 juz dengan tilawahnya ini, 1 juz dengan tilawah ini mungkin 3 soal ya. Tapi kalau di pembelajaran kita mungkin lebih, bisa jadi 4, kadang 5, kadang 6. Kita lanjut soal selanjutnya. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum بئس ما اشتروا به أنفسهم أن
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفروا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Selanjutnya. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
kalau udah tahu berarti itu batas juz 1. Kalau lewat itu udah masuk ke juz 2. Ya, sengaja memang saya nggak tegur kan. Nah, berarti kalau udah tahu berarti gak bagus ya, berarti batas juz 1 pada sampai dengan ayat 141 surah Al-Baqarah. Berapa ayat? Berapa soal sudah? 4 ya. Kita kasih 5 lah ya untuk hari pertama ini ya. Nanti hari selanjutnya bertambah lagi mungkin 6. Soal terakhir ini ya, soal ke-6, soal ke-5. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني